والله العظيم أن اللسان يعجز عن شكر هذا الشعب السوري العظيم. يا أخوان، مع أنهم يعني ما لهم سنة من يوم حرروا بلادهم، ما لهم سنة، الأوضاع الأمنية عندهم ما هي مستتبة بشكل كامل، إلا أننا لم نجد سوري يطلع يسبنا ويشتمنا من سوريا أو يتشفى في ضرب الخليج من سوريا. يا رجل، مواقفهم مشرفة، لا يتلونون، لا يتبدلون. يا شيخ، أقسم بالله العظيم أن ودك أي معروف يذهب إلى السوريين. ايش ياكلون، ايش يشربون ذولي، ايش الاخلاق، ايش المبادئ، ايش القيم اللي يمتلكونها. يعني الحروب تهدم مكارم الاخلاق، كنا نعرف ان الحرب تهدم مكارم الاخلاق وتجعل الشعوب صفر اخلاقيا بسبب الظروف اللي يمرون فيها من الجوع والتشريد والدمار والاغتصاب. إلا الشعب السوري، الأمة السورية أثبتت أنها ونعم المدرسة، فربت أبنائها على هذه القيم وعلى هذه الأخلاق اللي أعتقد أن لن تتكرر في التاريخ. شفنا الأمس وزارة الأوقاف السورية تعمم على جميع المساجد في سوريا للدعاء للخليج. شفنا مدارس في سوريا يدعون للخليج. شفنا الإخوة في منصات التواصل في سوريا يدعون ويقفون مع الخليج. لم يتلونوا ولم يتبدلوا. لذلك يعجز اللسان، فعلا يعجز اللسان. لم نعطي سوريا مثل ما أعطينا بعض الناس اللي كل يوم هم يتشفون، وللأسف بلادهم آمنة مطمئنة سنين أو عشرات السنين، وما يستطيعون أنهم يحاسبون الأشخاص اللي يطلعون يسيئون ويتمنون الأذى، رغم أن أبنائهم عندنا بالملايين. فشكرا، شكرا في البداية للأمة السورية وللشعب السوري العظيم اللي أخلاقه والله أنها تدرس، وأن كل يوم يثبت لنا هذا الشعب أنه فعلا عظيم. وشوف، بسبب أخلاقهم راح تصبح سوريا قبلة العالم في سرعة النهوض، في سرعة التطور، في سرعة الوصول. راح تصبح سوريا في مصاف الدول